النهارده في جزيره الوراق كان عندنا مجزره من 10 الصبح او 11 لحد الان دايره، خاطفين 2 من تحت الكوبري خطف، طبعا بتنفيذ وتوجيهات من الامن الوطني اللي اقسموا بالله. وانت بالاسم يا طارق بنت حطيت ايدك على المصحف، انت اقسمت بالله ما حد ولا هاخد ولا هعمل، وما فيش حد يقدر يلمس حد في الجزيره الا بتوجيهات الامن الوطني، وانتوا فعلا خدتوهم. النهارده يا طارق انا ما بخافش غير من ربنا. النهارده انتوا طلعتوا كلكم كدابين ودخلتوا بالغاز والكتايب الشرطه اللي معاكم واللواءات والظباط، يا حسين بيه صبري، يا هاني بيه مندور، يا مجدي بيه موسى، يا مأمور اسم الوراق، يا مدير امن الجيزه. اللي عملته النهارده في الجزيره اقسم بالله لا تدفعوا الثمن، غالي قوي، عشان انتوا النهارده روحتوا الاطفال، وفي ناس اتصابت، وفي ناس اتعورت، وفي واخد طلق خرطوش في وشه، والكنابل الغاز. اقسم بالله العيال الصغيره والله العظيم في ترويع، اقسم بالله ما هنسيبكم حتى ان شاء الله اما الناس تخرج. والله العظيم ده طار بيني وبينكم او بين الجزيره كلها وبينكم. ليه بقى؟ عشان انتوا جبنه وخسسه. والعساكر اللي يقول لك العسكري غلبان، لا العسكري مش غلبان، العسكري تعبان. العسكري النهارده كان بيضرب بالغاز فينا وكنا هنموت بالغاز والطلق. والله العظيم اللي هلاقي عسكري جوه حتى لما الناس تطلع والله العظيم ما هسيبه. يا هاني بيه يا مندور، يا حسين يا صبري يا اللي نزلت الجزيره النهارده، يا مدير الامن، انت كنت النهارده طول النهار عشان تضرب فينا؟ ما تشوف البلد بره اللي مولعه. ان شاء الله باذن الله هتقوم وهتقوم عليكم، وان شاء الله باذن الله لا تجروا تاني وتقلعوا ملك زي في 25 يناير، عشان انتوا ناس ظالمه. يا طارق بيه سكر يا بتاع الامن الوطني كذاب ومش خايف، يبقى اضربني طلقه. ما انتوا عادتكم هتشتروها كده كده خلاص، ما بقيناش باقيين على حاجه. انتوا عصابه كبيره ودايره البلد، مش الامن الوطني اللي بيحمي المواطنين، لا انتوا بتروعوا المواطنين.